ايه الفرق بين صلاح والنني وبين باقي اللعيبه اللي في جيلهم؟ يعني ليه هم اللي خدوا طريق الاحتراف ونجحوا جدا وباقي اللعيبه كلها خدت جنب تاني؟ يعني ايه اللي كان عندهم من زمان مش موجود عند حد تاني؟ الكوره موهبه والتزام وحاجات تانية جنب الموهبة. يعني الموهبة ممكن 50% بسبب انت هتوصل لفين او هتساعدك هتروح فين، بس في حاجات كتير عوامل خارجية بعيد عن الموهبة تقدر توصل الموهبة ديت لأعلى درجة ليها او أعلى ليفل ليها. فصلاح والنني كانوا هما ممكن أكثر اتنين لعيبة أو أكتر اتنين لعيبة في الجيل ده مثلا التزاما، تطور. طبعا في عامل برضو مهم جدا في المرحله ديت ان صلاح والنني طلعوا صغيرين، صح. يعني ما تعودوش على الضغط او الجماهيريه بتاعت الاهلي والزمالك اللي هي موجوده في مصر هنا. كانوا برضو في المقاولين، فالحياه بالنسبه لهم عادي. في المقاولين برضو بيمشي في الشارع، مش لعيب مشهور، ما حدش عايز يتصور معانا، ما حدش عايز يعرفنا كتير. عكس ساعتها كان في لعيبه في الاهلي والزمالك في نفس الجيل عاشت جو الشهرة شوية في مصر، وهو ده اللي بيأثر. عكس مثلا لعيب طالع من بعيد عن الاهلي والزمالك وبيطلع بره، الموضوع بالنسبة له اسهل، بزاوية اللي هو بقى بيحافظ على نفسه. ما يعني بيبقى واخد قرار اللي هو مش هيرجع مصر تاني. صلاح والنني اعتقد اللي هم كانوا واخدين القرار ده من اول يوم طلعوا فيه يعني، وبالذات صلاح يعني كان قريب مني وكان هو طموحه اللي هو يطلع بره يحقق حاجات كتير قوي بره. واعتقد 3/4 الاحلام اللي هو كان بيحلم بيها اعتقد اللي هو حققها يعني.